اهلا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع ديال كيفاش ان الجسم كياخذ واحد الحيز من الفراغ اللي كاين في الزمكان. يعني هذا الجسم هذا كيحتل واحد الجزء من الفراغ اللي كاين في وسط هاد الابعاد الاربعه اللي شرحنا في الفيديو السابق. يعني الجسم، اي جسم فيه العرض، طول والارتفاع، وبالتأكيد أيضا كاين الزمن. بطبيعة الحال السيرورة الزمنية كتطبق على هذا الجسم هذا كما كان. يعني إلا خدينا أي نقطة اعتبرناها جسم، هاد النقطة هادي كاينة في حيز الزمكان. نقطة، أي نقطة، ويجبنا مثلا نقطة أ والنقطة ب. النقطة أ والنقطة ب إذا تلاقاو غادي يشكلوا لنا مستقيم. مستقيم كما قلنا في الفيديو السابق هو كيتواجد في العرض. يعني جوج نقاط ديال جسم أ وجسم ب كيشكلوا لنا العرض. لذلك فأن أي جسم مع جسم آخر كاينة واحد المقابلة فيزيائية. يعني كاينة مقابلة فيزيائية، يعني الأجسام بعضها بعض. أنا في الأصل بغيت نوصل لكم بأن النقطة أ والنقطة ب كيشكل لنا مستقيم. بغيت نوصل لكم بأن جميع الأجسام كاينة بيناتهم واحد الترابط. يعني إذا قلنا مثلا واحد سميتو أحمد تلاقى مع واحد سميتو خالد، أحمد وخالد غادي يكون عندهم واحد الترابط فيزيائي. وكما غادي نشوفوا في الفيديوهات الجايه عن العقل، غادي نشوفوا بان احمد وخالد غادي يكون عندهم واحد التواصل عقلاني من خلال الماده وهو الجسم. يعني الجسم كما كنعرفوا انه كتحكم عليهم الحواس الخمسه: السمع والبصر والشم واللمس والذوق. يعني هذه الحواس الخمسه كيعطيونا واحد الترابط بين خالد وأحمد. يعني شافوا بالبصر، عرفوا أنه كاين في الزمكان. يعني شافوا في هذوك الأبعاد الثلاثة ديال المكان وتأثير الزمن على العقل في العقل. ذاك الزمن مأثر فيه في العقل. يعني كيشوفوا بصيرورة. مثلا خالد كيشوف أحمد كيتحرك، راه شافوا كيتحرك، بما أنه كيتحرك راه كاين عليه تأثير الزمن. ومن خلال الرؤية ديال البصر، فهاديك الرؤية كتمشي للمخ وكيترجمها العقل، كيشوف أنه كيتحرك. وأن أحمد وخالد عندهم واحد الحيز في الزمكان. يعني خداو الطول والعرض والارتفاع وحتى الزمن. يعني هاد المواضيع هادو متشابكين. دابا شفنا أن الزمكان كاين وأن الجسم كيحتل واحد الجزء من هذا الزمكان. وشفنا الجسم ديال البشر كيفاش كيتأثر بهذا الزمكان فيزيائيا وعقلانيا شوية. يعني مازال ما دخلنا التفاصيل. مستقبلا غادي نشوفوا، يعني الفيديو الجاي غادي نشوفوا كيفاش دابا الجسم انه يمكن يحتل عدة فراغات في زمكان واحد. يعني انه تنتقل من نقطة A لنقطة B، كتحتل واحد الاجزاء، يعني اجزاء دقيقة من الزمكان باش توصل لنقطة B. يعني داكشي عنده علاقة بالفيزياء، ولكن عنده علاقة بالوعي. يعني كيفاش ان الوعي كيترجم هذا الشيء هذا. كيفاش كنشوفوا ان واحد النقطة A كتنتقل لنقطة B واش درت
يعني دازت بدون انتقال آني، ولا أنها أخذت زمكانات دقيقة جدا يعني لا نهائية باش توصل للنقطة. ممكن أن هاد المواضيع تكون شوية معقدة، ولكن غادي نحاول ما أمكن أنني نبسط هاد الأمور هذه. يعني ترقبوا الفيديو الجاي غادي يكون على كيفاش أن جسم أ جسم بي خدا عدة زمكانات باش يوصل للمراد تاعو اللي هي النقطة بي. نقطة أ بعد توصل للنقطة بي، يعني غتمشى هاديك المسافة. والوعي والمراقبة هنا غادي يجي الدور ديال اللحظة الآنية والمراقبة الذاتية في كل آن. هنا غادي ندخل شوية التفاصيل ديال اللحظة الآنية في الفيديو الجاي إن شاء الله، فتراقبوا الفيديو الجاي. لا يعاون.